ليه الثانوية العامة بقت بعبع في مصر؟ وليه شاب عنده 17 أو 18 سنة ممكن يحس إن حياته كلها وقفت أو مستقبله ضاع لمجرد إنه ما جابش المجموع اللي هو كان متوقعه؟ وليه أسر وأهالي ممكن يحسوا بالحزن والغضب والقلق لأنه شايفين إنه مستقبل عيالهم بيضيع بسبب المجموع اللي بيجيبوه في الثانوية العامة؟ أنا مش متعود أتكلم في مواضيع عامة يعني، بس أنا حسيت إن دي أمانة عليا إن أنا أطلع أتكلم في الفيديو ده واوضح بعض النقط اللي اتمنى ان هي ممكن تكون مفيده للناس او للبعض. حتى انا برضو مش عايز الكلام يتحول ان هو يبقى كلام تنميه بشريه، لانه انا مش جاي اتكلم كلام ايجابي يعني، ولا اقول للناس كلام حلو. انا جاي احاول انقل صوره من الواقع، والصوره دي ممكن تفرق كتير مع بعض الناس يعني على الاقل. وانا فاهم برضو ان الناس كلها بشكل كبير بنسبه 90% باصه على الجامعه على ان هي المدخل الرئيسي لل يعني سوق العمل او للحياه الماديه الكريمه، وفي جزء برضو مهتم بالمكانه الاجتماعيه. ولكن خلونا شويه نختلف على الجزئيه دي، لانه مش هو ده اللي هيحدد ان كنت هتبقى غني ولا فقير، ولا ان كنت هتبقى تشتغل في مكان مرموق ولا لا، ولا حتى ان انت هيكون ليك مكانه اجتماعيه كبيره ولا لا. وانا فاهم كويس قوي انه ناس هتبقى ممكن تكون بتختلف على الراي ده، ولكن مش هي دي حقيقه. الثانويه العامه بشكل عام في مصر بتعتمد على التنسيق، والتنسيق معناه بالبلدي ان انت بعدد كبير من الطلبه بينافسوا على عدد محدود من المقاعد في الجامعات، وبالتالي في تخصصات الناس بيبقى مقبله عليها بشكل كبير، وبالتالي التخصصات دي لازم تحط معيار للاختيار، والمعيار للاختيار هو المجموع، مفيش اكتر من كده. على عكس بعض الدول الاخرى اللي ممكن يكون فيها التعليم والمراحل التعليميه مختلفه شويه. يعني على سبيل المثال في دول ممكن ان الناس تخلص ثانويه عامه او الهاي سكول ومش بيكملوا الدراسه، او جزء منهم بيكمل دراسه. معاييرها بقى بتختلف على حسب ممكن يكون تفوقه الدراسي، ممكن يكون قدرته الماليه، لانه في بلاد كتير التعليم فيها اصلا مش مجاني حتى الجامعات اللي ممكن تكون تابعه للدوله، وبالتالي مش كل الناس بتعرف تاخد قرض مثلا للدراسه، او مش كل الناس عندها القدره الماليه. وفي بعض الدول التعليم فيها مجاني او افوردبل او متاح، او الناس تقدر على ثمنه، ولكن مش كل الجامعات دي بتخضع على نفس المعيار، فكل جامعه بتحط المعيار الخاص بيها. فمثلا لو في 100 واحد مقدمين على الجامعه الفلانيه، هي بتحط معاييرها، بتشوف هي هتختار ال20 اللي هي محتاجاهم بناء على ايه بالظبط. وبالتالي لانه في العادي في ناس مثلا ممكن تقدم على اكتر من جامعه لحد ما يشوف الجامعه اللي هتناسبه، او الجامعه اللي هتبقى متوافقه معاه، او الجامعه اللي هتقبله في دراسه التخصص اللي هو بيدور عليه. فهو ديت اكبر ازمه احنا بنواجهها، وعلشان كده ناس كتير محطوطه تحت ضغط انه المجموع هو اهم حاجه عندي. طيب دلوقتي انا جبت مجموع كويس، المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه الف مبروك، من حقك تفرح او من حقك تفرحي، من حق اهلكم يفرحوا، وربنا يوفقكم في اللي جاي. واعرفوا انه اللي جاي مش سهل، اللي جاي اصعب شويه، محتاج منكم تعب ومحتاج منكم مجهود، ومحتاج ان انت تبقى شخص مميز ومختلف، مش زي العاده او زي ما اتعرفنا عليه قبل كده. العالم بيتغير بسرعه، محتاج ان انت يكون عندك محو اميه تكنولوجيه قويه، محتاج ان انت يكون عندك وعي بالاقتصاد وبالتغيرات اللي بتحصل في العالم ان كانت سياسيه او جغرافيه، ومحتاج ان انت تكون شاطر بكل بساطه. طيب انا ما جبتش مجموع كويس، وانا اعتقد ان هدفي من الفيديو ده هي الفئه دي اكتر. انا عارف انه الكلام سهل والواقع اصعب، وانا مقدر جدا ان ممكن يكون في حد متضايق قوي، زعلان، مكتئب انه ما جابش المجموع اللي هو بيحلم بيه، ودي حاجه يعني مفهومه. بس نصيحه اخويه، حاولوا الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه معاكم، لانه دي مش اخر الدنيا، وانا هاجي اقول ليه دلوقتي. وانا بصراحه مش بتكلم دلوقتي علشان اقول لك انه المجموع مش مهم وان الجامعه مش مهمه، لانه ده مش حقيقي، ولا ادخل اي حاجه وكله هيبقى كويس، لان ده برضو مش حقيقي. الحقيقه ان انت لازم تكون متعلم وفاهم كويس من الاول انه في حياتك حاجات هتكسبها وفي حاجات هتخسرها.
في حاجات مش هتكون عادله بالشكل اللي انت متخيله. فمفيش مشكله، اهدى على حالك شويه وفكر بالراحه، وان شاء الله ربنا يكتب لكم الخير. طيب المفروض تعمل ايه لو انت ما جبتش المجموع اللي انت كنت بتحلم بيه وفي تخصص معين في دماغك انت حابه او كنت بتحلم بيه وحابب تدرسه؟ حاول ان انت تدخله لو انت عندك القدره الماليه ان انت تدخله في المنطقه اللي انت فيها، او حاول ان انت تشوف بلد تانية ممكن تدرس فيها برضه، ده اوبشن متاح. ممكن جدا تروح تدرس في بلد تانية يكون في مثلا معايير القبول مختلف. مش بقول الدول اللي واقعه خالص اللي ممكن اي حد يروحها بكل بساطه، لا، ولكن ممكن تكون في بلاد تانية اقرب ليك شويه وتكون برضو فيها جوده تعليم جيد. طيب انا ما عنديش القدره الماليه ولا عندي القدره ان انا اروح مكان تاني، وخلاص هو ده المتاح قدامي دلوقتي، ان انا اشوف مجموعي ممكن يدخلني تخصص ايه او كليه ايه او جامعه ايه في مصر. حاول تشوف الكليات او التخصصات اللي تكون مرنه، اللي اطلع منها بقدره معرفيه كويسه، اللي اطلع منها بمعرفه او بعلم او بخبره اقدر اشكلها في اكتر من مجال وتساعدني على خطواتي اللي هاخدها في سوق العمل. الحل الثاني او الثالث واللي شويه ممكن الناس يستغربوا، بس انا شايفه حل عادي وواقعي وممكن تعمله، ان انت لسه صغير، انه حتى لو انت ما توفقتش عندك اوبشنز كتير. لو انت حابب تجرب مره تانية في الثانويه العامه جرب، لو انت حابب تدخل شيء متاح ليك ادخله واشتغل، ولما تقدر توفر لنفسك قدره انك تدخل جامعه تانية بعدين بعد سنتين بعد 3 ايا كان تدرس فيها التخصص اللي انت كنت بتحلم بيه، اعمل كده. ما تستخسروش الوقت ده ان انتوا تبنوا خبراتكم وتبنوا حياتكم وتدرسوا الحاجه اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيها. مهم قوي لو انت دخلت اي تخصص تدرسه انك تبقى شخص مختلف فيه. لو دخلت كليه تجاره افهم اداره الاعمال، افهم الماليه، افهم المحاسبه كويس، افهم لغات، اتعلم لغات كتير، حاول تبقى شخص قوي، اتعلم من التكنولوجي. النهارده احنا في عالم بيتغير، وظائف بتتغير، الاي اي او الذكاء الاصطناعي بيغير كتير قوي من سوق العمل والوظائف، فلازم تكون انت مواكب بالتغيرات دي. في تخصصات على فكره ملهاش كليه بتدرسها وملهاش دراسه، فانت ممكن كمان يبقى بجانب دراستك الرسميه يعني او الاوفيشال ان انت تدرس او تتعلم مهارات كتير جدا ممكن تفيدك في حياتك بشكل عام. لو دخلت كليه حقوق ازاي تبقى راجل قانون شاطر، فاهم في الاستثمار، فاهم في الشركات، فاهم في القانون المدني او غيره، يعني مش بعرف كل التخصصات. لو دخلت حتى بقيت مدرس، ازاي تبقى شخص مختلف ومميز، ازاي تعرف تصنع محتوى يلائم الجيل الجديد او الجيل الصغير يتعلم بشكل مختلف، انك تبقى فاهم التطورات التكنولوجيه اللي حصلت عشان تعرف تطبق التغيير ده على حتى طريقه تعلم الاجيال الصغيره يعني. بقيت مهندس، بقيت دكتور، في ايا كانت المجالات، حاولوا ان انتوا تبقوا ناس مميزين، حاولوا تتعبوا شويه وتتعلموا بشكل كبير في الفتره الاولانيه في حياتكم، لانه بعد كده الوقت ما بيبقاش سهل ان انت توفره. فانت عندك 10 سنين جايين على الاقل تعمل فيهم مجهود كويس، عندك الطاقه، وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم. وخلونا نتفق ان الحياه ملهاش طريق محدد او ملهاش تراك واضح او تراك واحد. الحياه ليها تراكس كتيره قوي، في حد ممكن يبدا من الخطوه دي او حد يبدا من خطوه ثانيه او حد يبدا من خطوه ثالثه، ممكن حد يمشي طريق بشكل مختلف شويه في محاور، في طرق داخليه، وفي حد ممكن يمشي طريق سريع. مش كل الناس هتمشي نفس الطريق زي بعض، ومش كل الناس هتحقق اللي هي عايزه تحققه بنفس الطريق. فما فيش مشكله ان انت تجرب وتاخد محاولات كتير. طيب كلامي ده دلوقتي بشكل عام لكل الناس، مش اللي جاب مجموع وحش او جاب مجموع كويس، كلامي لكل الناس. لما تاخد ال4 سنين او ال5 سنين اللي جايين او ال7 سنين من حياتك في الدراسه، حاول ان انت تتعلم كويس، حاول ان انت تاخد اكبر خبرات انت ممكن تاخدها، حاول ان انت تشارك في اي انشطه تقدر تشارك فيها، حاول ان انت تفهم وتتعلم التعامل مع الناس والتعامل مع الواقع والتعامل مع التجاره، وحاول ان انت تحضر اي حاجه ممكن تكون فيها معرفه ممكن تكتسبها، ايفنت او حدث مهم روح احضره. حاول تبني نفسك كويس وتبني شخصيتك، لان دي
من اهم الحاجات اللي هتفرق معاك في حياتك بعد كده. نصيحه تانية وبعتبرها من اهم النصايح للجيل الحالي، انا مش بعتبر نفسي كبير يعني ولا حاجه، بس قصدي يعني الجيل الحالي اللي هو لسه في 18 سنه 17 سنه وفيما فوق، انه ما تنبهرش بحد. انا عارف ان انتوا موجودين على اغلب السوشيال ميديا بلاتفورمز او منصات التواصل الاجتماعي، وفاهم ان انتوا ممكن تشوفوا ناس كتير تنبهروا بيهم، ناس ممكن يكونوا شكلهم ناجح، شكلهم بيروحوا اماكن كتير، في ناس ممكن تيجي تبيع لك الوهم وتبيع لك انه طرق مختصره لان انت تبقى تعمل اي حاجه انت نفسك فيها او تحققها او تنجح او كده. صدقوني اغلب الحاجات ديت فالص، مش حقيقيه، وفيها كتير من الاكاذيب. بدون الدخول في تفاصيل وبدون الدخول في نوايا الناس، مش عايزك تنبهر بحد. ابني لنفسك شخصيتك، اتعب. مفيش حاجه في الحياه سهله، وانا اتحدى اي حد انه ممكن يقول لي انه كل حاجه يعني تمشي زي السكينه في الحلاوه. حتى لو انت راجل غني، حتى لو انت راجل عملت اكبر شركه في العالم، في دايما تحديات، في صعوبات. فمفيش مشكله ان انت تقابل الصعوبات، المهم ان انت تعرف تتعامل مع الصعوبات وان انت تحاول تتخطى التحديات. وهيبقى في اوقات ممكن تكسب واوقات ممكن تخسر، مفيش مشكله خالص، ولكن انت اعمل اللي عليك واسعى وبس. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون مش مستوعب للبعض، ده مش تقليل منكم، لكن في يعني حاجات كتير قوي انت مش هتعرفها او مش هتكتسبها او حتى مش هتقتنع بيها او ولا هتستوعبها الا لما تاخد خبرات معينه. علشان كده انا قلت لكم يعني ركزوا ان انتوا تبنوا خبرات حقيقيه. رجعوا للكلام ده بعد سنتين 3 من دلوقتي وشوف انت شخصيتك اتغيرت ازاي ونظرتك للامور اختلفت ازاي. واتمنى انه الناس كلها تحقق اللي هي نفسها فيه يعني، من غير تهويل ومن غير احباط وبس. وشكرا لكم، السلام عليكم.